تفضل تراث. أنا الشيعي الحمد لله. كان الله بعوني. تفضل والله. النبي معصوم أم غير معصوم؟ معصوم في تبليغه عن ربه. أحسنت، جيد جدا. أعطني الآية التي بلغت بزواج المتعة. آية بلغت بزواج المتعة؟ إيه نعم. هنالك خلاف في هذه المسألة. أغلب العلماء على أنه لا توجد آية في هذا البلاغ، بل هو من كلام رسول الله. فكيف النبي يشرع لم يأتي بشيء لم يأتي به القرآن، لم يشرعه الله عز وجل. مفهوم الزواج مفهوم عام يجوز لرسول الله أن يفصل فيه، كما جاءت الصلاة بشكل عام فصل فيها رسول الله. يعني من حقه يشرع بتشريع ليس بإله، بتشريع باجتهاد من نفسه. لا، هذا ليس اجتهاد شخصي. مفهوم الزواج، أعيد لك الجواب، مفهوم الزواج مفهوم عام. الله سبحانه وتعالى حينما جاء في الصلاة ذكرها بشكل عام، لم يذكر عدد الركعات، لم يذكر ماذا تقول بكل ركعة، لم يذكر أنواع الصلاة. تعرف هناك فرق ما بين صلاة الجنازة وصلاة الخوف وصلاة في الجهاد. وضحت الآن بس فحينما جاء رسول الله وضحت يعني عندما ذكر الله الزواج ذكره بشكل عام لكن لم يفصله رسول الله، صح؟ بالضبط، الله لم يفصله فجاء رسول الله وفصل فيه. أحسنت. إذن زواج المتعة من ضمن هذه الزواجات، صح؟ صحيح. إذن تشريع هو يبقى بالآخر تشريع من الله، وإن كان جزء من هذه الزواجات يبقى بالآخر هو زواج من الله منصوص، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. أحسنت. فكيف النبي يحرم شيء أحله الله؟ لأن الله ما فصل فيه، فيجوز لرسول الله أن يقيد أو أن يطلق. يعني يحرم جزء من الزواج رسول الله، زواج يعني الله أحله، يحرم جزء من عنده. الله أحل عموم الزواج، أما هذه التفاصيل فلرسول الله أن يقول بها، أن يقول بحلتها وبحرمتها. من قال بحرمتها؟ رسول الله. اي نعم، رسول الله. حرم ماذا؟ حرم شيء شرعه الله؟ بل حرم ما أباح له الله أن يفتي به وأن يقول فيه. شوف علي أمير، أنا اتفقنا أنه الزواج إجا بشكل عام، لكن تفصيلاته من ضمنها زواج المتعة المنقطع، هذا من ضمن الزواج بشكل عام، يعني أيضا هو يبقى تشريع من الله. جيد. فرسول الله عندما حرم هذا الشيء هو تشريع من الله في الحقيقة. هذا تراث، هذا فصل من تشريع، هذا جزء من تشريع. والله نعم. قال لنا أن بس خليني أتكلم أستاذ. الله قال لنا أن ما أتانا به الرسول نأخذه وما نهانا عنه ننتهي. فلو كانت المسألة فقط بنهي الله لما عزى النهي إلى رسول الله، فرسول الله له أن ينهى عن أمر تفصيلي في شرع عام، وهذا ثابت عندنا وعندكم. جيد جدا. والله في القرآن ماذا يقول؟ أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن الإطاعة بالدرجة الأولى لله عز وجل. عندما الله يعطينا زواج متعة مؤقت، جيد، ويشرعه رسول الله، بعدين اسمعني، عندما بعدين يحرمه رسول الله، يحرمه لا بد أن يأتي بآية تنسخه ويحرمه. الآن أنا أطالبك بآية زواج الله لم يأتي بآية لزواج المتعة في القرآن، بل جاء بالزواج بعمومه. ورسول الله بس أكمل كلامي، الله لم يأتي بآية لزواج المتعة حتى نطالب بآية تنسخها، بل جاء بعموم الزواج. أما زواج المتعة فجاء بالسنة، وما ينسخه هو السنة. أنت متأكد رسول الله اللي حرم الزواج؟ أي نعم. يعني مو أبو بكر، مو لا رسول الله اللي حرم. لا رسول الله. والذي يقول تمتعنا في عهد رسول الله وأبا بكر ونصفها في عمر حتى نهى عنها عمر، هذا لمن لم يكن عالما بحرمة الزواج. يعني ابن عباس غير عالم. ابن عباس في هذه المسألة قد أخطأ، وقد نهاه عنه علي بن أبي طالب، فقال له: مهلا يا ابن عباس، لقد نهى رسول الله عن نكاح المتعة
وأكل لحوم الحمر الأهلية، وهذا ثابت عندك حتى في كتاب الاستبصار. هل تأخذون بس خلي علي أكمل، بن أبي طالب؟ خلي أكمل. إنما نأخذ بنقل علي عن رسول الله، لأن علي بن أبي طالب قال لقد نهى رسول الله، فهنا علي بن أبي طالب قد نقل عن رسول الله. والثابت عندك في كتاب الاستبصار أيضا هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قال رسول الله، نهى رسول الله عن نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية. الثواني خليك وياي افتح لك كاميرا حتى تشوف هذا من كتابك. أنا ما أعرف أنت ليش قفزت الآن بكتبي؟ أنا كتبي عندي آلاف الروايات تدل على صحة زواج المتعة، ما تقدر تبطله. فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، اسمعني، عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. نقطة، انتهى. واضح؟ فالذي نقل تحريمها هو علي بن أبي طالب في كتبك، في كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي. وعندنا من حديث سبرة الجهني قال رسول الله إني أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، الحديث في صحيح. علي نهى عنها. اسمع منو اللي قال علي يا أستاذ بس خلي أكمل. نهى عنها؟ اللي قال ابن عباس، صح؟ ابن عباس لا اللي ليس، قال علي نقل هو. لا ليس ابن عباس، ليس ابن عباس. منو عندك؟ منو الحديث هنا وقال علي نهى؟ الحديث الذي نقلته عن زيد بن علي، اللي هو زيد بن علي بن حسين، عن آبائه. لا هو بكتاب يعني الشيعة، هاي كتاب الشيعة. سأجيك بها، أنا سأجيك أبطل لك هاي الرواية. لا أنت في كتبك تقول ماذا؟ تقول علي نقل عن رسول الله، أنه رسول الله نهى عن المتعة. في حديث الخلاف، هذا في حديث يا أستاذ، هذا في حديث الخلاف ما بين ابن عباس. الثواني خلي أجيب لك صحيح مسلم حتى أجيب لك الأحاديث في المسألة. في صحيح مسلم عندي حديثين، واحد عن الصحابي سبرة الجهني نقل عن رسول الله تحريم المتعة، وأنا أسأقرأ لك الحديث بتمامه. ومنها حديث علي بن أبي طالب في تحريم المتعة، وكلاهما عن رسول الله. من حديث علي بن أبي طالب من الذي نقل لك حديث علي بن أبي طالب؟ اللي نقل إليه هو محمد بن علي، اللي هو محمد الباقر، عن آبائه. أنا ما قاعد أكلمك بكتب الشيعة، أنا قاعد أكلمك بكتبك أنت. منو اللي نقل؟ أي هو في كتبي عن محمد الباقر. محمد الباقر كان بزمن علي بن أبي طالب بكتبك عندك؟ محمد الباقر عن آبائه عن علي بن أبي طالب، هذا في كتب. اسمع أنت ما عندك هذه القاعدة، هذه قاعدة شيعية، هذه القاعدة الشيعية ما عندك أنت. أستاذ العزيز، أنا اليوم أنت قلت مثلا نقل عن علي بن أبي طالب، ابن عباس، اقرأ وياي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، اللي هو محمد الباقر، محمد بن علي اللي هو ابن علي زين العابدين، على بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب. هذا محمد بن علي الباقر ينقل عن علي اللي هو زين العابدين، علي زين العابدين ينقل عن الحسين عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء. هذا موجود في كتب. وحديث سبرة الجهني، هذا حديث سبرة الجهني يقول يا أيها الناس، عن رسول الله، يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وين حرمها الله؟ وين بأي آية ألقاها التحريم مالتها؟ يا أستاذ، حينما يقول رسول الله حرم الله، هذا يعني أنه يشترط أن يكون في آية؟
يعني لا نعم، إذا قلت هذا، إذا قلت هذا آية الزواج يعني يخرج من عندها، لا بد أن يخرج من عندها زواج. لا توجد يا أستاذ. هذا إذن من رسول الله وهو داخل في الزواج، ورسول الله منع ذلك الإذن. انتهت المسألة. صلى الله عليه وسلم. على أي أساس منع؟ بوحي من الله أم باجتهاد من نفسه؟ لا يتكلم رسول الله من عند نفسه في التحليل والتحريم، إنه بالتأكيد بوحي من الله. أحسنت. أعطينا الآية التي حرمت هذا الزواج يا شيخ. أنت على بالك الوحي كله في القرآن. أنت غير تقول النبي معصوم بالتبليغ. ليش؟ لأنه وحي من الله. أنت على بالك الوحي. هل تقول علي أميري أستاذ أنت مو تقول الله يقول في القرآن إنما يوحى. خلي أفهم. الوحي كله في القرآن. أنت تقول أن الوحي كله في القرآن؟ أي نعم. شنو عندك لعب؟ والأحاديث القدسية هاي وين نروح بها إن شاء الله؟ هو حتى الحديث القدسي هذا عندك منين يجي؟ إذا مطابق للقرآن تأخذ به، وإذا مخالف تضربه عرض. والحديث القدسي المطابق للقرآن موجود في القرآن؟ أكيد موجود بالقرآن. لعد منين موجود؟ أكيد موجود مطابق له في القرآن. أنا بقاعدتي الشيعية أكيد له مطابق في القرآن. طيب أما تقول لي تشريع إلهي تشريع إلهي. خلاص. بما أنك تشترط أن الحديث القدسي موجود في القرآن. يا أستاذ ما راح نطلع من الموضوع صدقني. دقيقة ترى أرجو أن لا تقاطع وأن تلتزم بضوابط البث. يعني أستاذنا أنا ما أعرف هو إذا كان الحديث القدسي موجود في القرآن فلماذا يسمى حديث؟ سيكون آية وليس حديث. عذرا أستاذ، يجب أن تراجع نفسك. بس دقيق. الحديث القدسي آية، من قال لك مو آية؟ وآية في القرآن الحديث القدسي. نعم. التأويل أيضا آية. حلو يا علي. نعم. أنت سامع عندنا رواية في القرآن 17,000 آية سامع بها هاي؟ أكيد سامع. قال المجلسي فالحديث صحيح وهذا دليل على نقص القرآن وتغييره. هذا الحديث أنتم تستدلون به على تحريف القرآن. نعم. النقص تأويله ما موجود، مو نقص بالآيات عدد الآيات، تأويل ما موجود. إذن ليش تقول الحديث القدسي آية؟ هو الحديث القدسي آية العد من الله. ماذا يكون؟ الحديث القدسي الحديث القدسي موجود. كلام الله تقدر تسميه آية. كلام الله يا أستاذنا الكريم، الحديث القدسي من ضمن آيات القرآن أم لا؟ هو موافق للقرآن، ليس وصف التأويل. إذن التأويل ماذا؟ من الله أيضا يعتبر آيات. أستاذ العزيز جميل. هو في القرآن أم خارج القرآن؟ هو في القرآن موجود، يعني في المصحف الذي بين أيدينا. هو الله يقول لك لا يعلم تأويله إلا الله ورسوله وراسخون في العلم. لا إله إلا الله. أستاذ الأحاديث القدسية موجودة في المصحف أم أنها خارج المصحف؟ أي نعم موجودة في المصحف، لكن يجب عليك بإمام حتى يطابقها لك ويعطيك الآية التي تخرج منها هذا الحديث القدسي. عندك يعني لفظ الحديث. اللفظ الظاهري يختلف. لا أستاذ العزيز، احنا ما قاعد نتكلم علي أميري. أنا إذن هذا اللفظ. بس اسمعني يا أستاذ. أي شخص شفته أستاذ تراث، لفظ الحديث القدسي موجود في القرآن أم غير موجود؟ اللفظ الظاهري لا ما موجود، لكن تأويله موجود نفسه موجود. واللفظ جميل. ولفظ الحديث القدسي وحي أم ليس وحي؟ نعم وحي. إذن هنالك وحي خارج القرآن أم لا؟ نعم. لا هذا كله من القرآن. يعني اللفظ وحي وهو غير موجود في القرآن. كيف كله في القرآن؟ أستاذ العزيز فرق بين التأويل وبين اللفظ. أستاذ التراث
أستاذ تراث، الحديث لفظ الحديث تأويل باطل. أستاذ الحديث تراث، تأويل باطل للقرآن. أستاذ تراث، لفظ الحديث القدسي اللفظ هو وحي لكنه خارج القرآن، صح؟ لا من القرآن تأويل، لكن تأويل هو من القرآن. يا أستاذ ما أسألك عن التأويل، ما أسألك عن التأويل، أسألك عن اللفظ. لفظه وحي وهو خارج القرآن، صح؟ هسه راح أوضح لك. شوف، في القرآن ذكرت الصلاة، لكن هل نعرف ماهيتها؟ لا. رسول الله يعرف ماهية الصلاة عندما نزلت هذه الآية؟ لا، أيضا لا يعرف ماهيتها. لكن جبرائيل أتى بتأويل هذه الصلاة حتى الناس تعرف ماهيتها. كذلك الحديث القدسي موجود في القرآن. إيه نعم موجود. في أي آية؟ أقول لك ما أعرف، لكن الإمام يقول لك في هذه الآية موجود تأويل حديث الله عز وجل للحديث القدسي موجود بهذه الآية. يعني الحديث القدسي هو تأويل من الله عز وجل. جيد؟ طيب هذا اللفظ للحديث القدسي غير موجود في القرآن، صح؟ أستاذ العزيز، شلون الله يتكلم بشيء غير موجود في القرآن؟ إن اللفظ يا رجل يقول اعرضوا حديثنا على القرآن. يا أستاذ، اللفظ موجود في القرآن ولا لا؟ اللفظ الظاهري لا، ما موجود في القرآن، لكن كمعنى موجود في القرآن. هو غير موجود في القرآن، وهو وحي، صح؟ اللفظ الظاهري غير موجود، نعم. وهو وحي. اي نعم. إذن هنالك وحي خارج القرآن. اللفظ خارج القرآن، لكن الوحي لكن الكلام نفسه هو موجود داخل الآية. أستاذ، إذن هنالك وحي خارج القرآن، لأن اللفظ وحي وهو خارج القرآن. ما يصير. هو شلون يصير الوحي خارج القرآن؟ يا أخي ترى الناس ما راح تقتنع بكلامك هذا من تقول لهم وحي خارج القرآن. ما حد يقتنع، لأن الوحي كله الناس كلها تعرف الوحي من ينزل بالقرآن. أوتيت القرآن ومثله معه. إيش تعني؟ هذا مثله معه. تعرف شنو هذا عندنا؟ أي عندنا هذا علي بن أبي طالب معه ومثله معه. خلاص، إذا عندكم علي بن أبي طالب فهذا هو. خلاص، إذن فهذا هو علي قد نقل تحريم المتعة. شكرا جزيلا. هذا القرآن الناطق قد قال لك تحريم المتعة. شكرا جزيلا لك يا أستاذ. خلصنا والله يا أستاذ، خلصنا والله. هذا من كتبك علي القرآن الناطق حرم المتعة. اسمع، ابن تيمية ماذا يقول؟ ابن تيمية يقول ابن عباس. يا أستاذ خليك من ابن تيمية. القرآن الناطق قد حرم المتعة في كتبه وفي كتبك. وكان اسمع عزيز أستاذ العزيز، اسمع. شكرا جزيلا لك أستاذ تراث. شكرا جزيلا لك تراث. شكرا جزيلا. الوحي كله في القرآن. أقام الحجة على نفسه ومن بعد حب يزيد زاقي.